دول المغرب العربي كاينين في خطر كبير بسبب أسراب الجراد اللي ممكن يدمر المحاصيل ويهدد الأمن الغذائي. المغرب وجد راسو مزيان لهذا الشيء، عنده خطط متقدمة، أنظمة مراقبة وفرق تدخل سريع. وزيد عليها أنه هو البلد الوحيد في إفريقيا اللي عنده مختبر متخصص في دراسة الجراد ومراقبته. بالإضافة لهذا المغرب مجهز بطائرات كنادير اللي كتلعب دور كبير في مكافحة هذه الآفة. بالنسبة لتونس وليبيا كيعانيوا من صعوبات كبيرة في مواجهة هذا الخطر، ودابا كيقلبوا على المساعدة الدولية باش يحدوا من الأضرار اللي ممكن توقع، في حين العالم الآخر فهو متكتم على الموضوع. الوضع اللي كيتطلب تدخل مستعجل باش يتفاداو كارثة الفلاحة ديال المنطقة. وبهكذا كنوصلوا لنهاية هذا الفيديو، كنطلب منكم الاشتراك في القناة باش يوصلكم الجديد، وكنتمنى لكم نهار مبروك وشكرا.